اهلا بيكم في حلقه جديده من مازن مايك شو. موضوع النهارده باختصار يا بت يا محتاسه من شبرا للدراسه. والاغنيه اللي كانت صدمه ليا بالنسبه لي، مش في الكلام، في ان اللي بتقول الكلام دوت يسرا. بس بعد ما قعدت فكرت كده بشويه لقيت ان احنا برضو يعني ده الطبيعي، ده التطور الطبيعي لدماغنا اللي بتغتصب بقالها اكتر من 60 سنه. فده طبيعي ان احنا نسمع الكلام دوت ويبقى على ودننا عادي، مفيش مشاكل خالص بالنسبه لي في الموضوع. ومع تطور اللغه ومع اننا نتكلم الكلام اللي احنا بنقوله في الشارع، انا مؤيد للموضوع ده جدا، لان احنا اللي بنقرر ايه الكلام اللي بنقوله وايه الكلام اللي ما بنقولوش. في حين ان احنا لما بنفكر الكلام بمنظور تاني بنلاقي الكلام اللي احنا بنقوله ملوش معنى. وفي كلام كتير جدا من اللي احنا بنقوله كل يوم ملوش معنى، واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وهنفضل نتكلم فيه على طول يعني. موضوع الكلمات اللي احنا بنقولها ما لهاش اي مغزى في الوجود، وبنقولها لمجرد ان احنا بنقولها. والامثال اللي اقنعنا نفسنا ان هي امثال مفيده وجميله وحلوه، وكل حاجه اتعملت فينا ادت الى ان احنا دماغنا ما بقتش مستوعبه اي نوع من انواع الفكر او اي نوع من انواع الذوق العام. تمام. فحته الاغنيه انا ماليش اعتاب عليها خالص، لان ده تطور طبيعي. زي ما احنا هنيجي نزل ابدان الجيل اللي جاي بعد كده، اولادنا ان شاء الله يعني، هنقعد نزل ابدانهم ونقول لهم انتوا ما بتسمعوش مزيكا، ايه القرف اللي انتوا بتسمعوه ده، مش عارف ايه وكده. ونقعد بقى ننزل لهم بفتره الاغاني الجميله بتاعت التسعينات الحلوه، لولاكي بقى وعاتبك على ايه و... واستنوا في اغنيه تانية، وقلبي طياره ورق، وكل الكلام ده هنقعد ننزل لهم بقى. تخيلوا انتوا الاغاني دي برضه هتبقى في يوم من الايام تراث، زي ما احنا اهالينا كانوا بيقولوا لنا ان الميه تروي العطشان وتطفي نار الحران، دي اغنيه من التراث. وزي ما اقنعونا برضه ان حتى يا بطه يا دقن القطه اغنيه. في شاعر قعد عشان يكتب الكلام ده، وملحن ضيع وقت عشان يلحن الكلام ده، وناس ضيعت من عمرها ساعات كتير قوي عشان تحفظ الكلام ده وتسجله وتصوره. وفي ناس تانية دخلت سينما عشان تتفرج على الفيلم اللي فيه الأغنية دي. فمحدش يقول لي إن الفن رسالة، بالذات عندنا في مصر. الفن عندنا في مصر أكل عيش، معظمه أكل عيش. ناس قليلة جدا اللي عندها رسالة بتقدمها فعلا في الفن ومعروفة بالاسم. فاللي احنا فيه دوت شيء طبيعي جدا، تطور بيحصل في أي حتة وفي أي وقت. يعني اللي خلانا كنا بنخش مسرح أو نقعد نتفرج على مسرحية زمان ليها جمهور راح دفع تذكرة عشان يدخل، وفي كاست بالكامل اشتغل عشان يعمل مسرحية، عشان واحد كل دوره في الفن اللي طلع عرفناه عنه ان هو يطلع يقول افيه واحد بس، كلمة واحدة زي يا حلاوة، يخلينا بعدين نعمل ان الذنب يبد عادي. ما ده الطبيعي وده التطور. مش هو ده التطور؟ طبيعي ان احنا طول ما احنا بنعمل دوت عمرنا ما هنعمل اي حاجة تانية غير ده. مش هنعرف نعمل حاجة تانية غير ده خالص. بس بالرغم من كده في تغيير بيحصل والدنيا هتتغير. بس يا ريت لما الدنيا تتغير ما نقعدش نتريق على اولادنا لو قاعدين بيسمعوا اي حاجه، واحنا في نفس الوقت نقعد نسمعهم غصب عنهم اشهر بقى الاغاني الوطنيه اللي هتبقى موجوده ساعتها، مثلا زي ان كان على القلب مفيش غيرك، وان كان على الحب ماليش غيرك، ده جناح مرفرف في سماكي والقلب اتربى على خيرك. احنا اتضحك علينا بجد. ابوس ايديك وبلاش نضحك على العيال.